تعالى بقى انا هقولك اذا كان غشيم هاكر ولا مش هاكر، واللقطات اللي بيعملها ديت لقطات حقيقية ولا بيستخدم فيها المونتاج. فشوف معايا الفيديو دي للاخر واحكم انت بنفسك في الكومنتات. بس هي قبل كلام، لو عايز تكسب الاكونت الفخم اللي قدامك ده لازم تعمل 3 نسخ رابط وعادة نشر واللايك والفولو ولينك قناة الموقع الاحمر قدامك اهو، اضغط عليه روح اعمل لي اشتراك هناك. ويلا بينا نكمل الفيديو ده يا جدعان اللي فوق ده ابو السيد، واكيد الكل عارف اللي هو صاحب غشيم، فهو منزله عليه ستريم او ممكن دي تكون روم علشان مثلا يعمل عليه لقطة. فيلا بينا نكمل الفيديو للمرة التانية ونشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. ده مكتوب وعندك مشكلة ديت يا جدعان من منظور غشيم مبينه لكم ابو السيد واقف هناك اهوت عند العماير وماسك له السيف. هو دلوقتي هيضربوا ضربة، بس ابو السيد هيجري هيبش له اوبن. فيلا بينا نكمل الفيديو. كده مش هيقدر يجيبني خالص. تمام. هنا بعد ابو السيد ما خد بودي بس الطلقة ما اتحسبتش، فابو السيد قرر انه يبوش لغشيم. فيلا بينا نكمل اللقطات المونتاج ديت مع بعض. سوري يا جدعان، قصدي اللقطات الاتفاقات. اتفرج بقى يا نجم، خلي بالك من البيت الكبير يا اسطى، محدش. طب يا عم غشيم، يا عم هنصدقك ونقول اللقطة ديت مش اتفاق. طب وانت لو انا مثلا بلعب وفي واحد ضرب عليا، انا والنبي هبش له بشة اوبن كده؟ ده انا زي ما يكون بقول له تعالى يا اسطى قتلني، زي ما يكون بقول له تعالى يا اسطى قتلني بالبشة الاوبن اللي ابو السيد عاملها لك دي يا اسطى. هيجيلك. ولا اول حاجة يا رجالة، هو دلوقتي في صوت هيد شوت طلع من عند ابو السيد. هو صوت الهيد شوت ده طلع منين؟ ولا هو في التحديث اللي فات ده كان اول مثلا حد لما ينوكك انت بتسمع صوت الهيد شوت؟ يا ريت تكتبوا لي الحته دي في الكومنتات. تاني حاجه يا عم، لو هنقول ان اللقطه دي حقيقيه دلوقتي وده هيد شوت، لو تركزوا لي على تحت كده جنب الفيكتور هتلاقي الفيست هو اللي متدمر مش الخوذه. تعال بقى نشوفها كده من منظور غشيم ونحكمها برضه، بس ركزوا لي اهم حاجه على الخوذه بتاعته سليمه، ما خدتش ولا طلقه فيها، كله في الفيست. نجم الجو. ثالثا يا جدعان، ودي الكل دي من منظور غشيم، دلوقتي من عند غشيم في صوت طلع برضه هيد شوت ومعمول عند الايم. انا هكبر لكم كل حاجه دلوقتي. معمول عند الايم علامه اكس بيضه يعني بادي، مش طلقه هيد شوت. طب صوت الهيد شوت دي جاي منين؟ فالفيديو ده يا جدعان كان اكبر دليل ان غشيم طلع بيستخدم مونتاج في لقطاته. فهو ده كان فيديو. ما تنسوش بقى المسابقة اللي انا هعلن عن الفائز الفيديو الجاي. كان معكم حمود بن سنفة، وسلام.